سؤال بقى خاص بالسماعة الطبية اللي البيشنت بيلبسها أو المريض بيكون بقى لابسها، هل بيفضل لابسها طول اليوم ولا في أوقات معينة، وهل بينام بيها ولا بيتعامل معاها إزاي؟ خلينا نرجع نقول تاني، اوريدي بيشنت الدكتور كشف واثبت اللي هو عنده ضعف سمع ولبس السماعه، ودي السماعه المناسبه ليه، تمام كده؟ اوريدي ما بيلبسش السماعه، ما بياخدش السماعه مني كشركه وينزل بيها في الشارع ويتعامل بيها كيوم طبيعي عادي، لا هو لازم يلبسها تدريجي. بيلبسها اول يوم ساعه، تاني يوم ساعتين، تالت يوم 3 ساعات، تدريجي كده لمده اسبوع 10 ايام. بعد كده بيبدا ينزل بيها في الاماكن اللي هي فيها صخب او دوشه تدريجي لحد ما بيهيئ العصب السمعي اللي فيه حاجه، فيه جد جديد في على جهاز جديد في الأذن. بالظبط كده. نرجع لحته بقى اللي هو هل هو بيلبسها طول اليوم؟ خلاص لو احنا اوريدي تدرجنا في لبس السماعه زي ما احنا قلنا كده، بيلبس السماعه طول اليوم وبيقلعها عند النوم بس. لو هياخد شاور برضك لازم يقلعها، لو هيركب طياره لازم يقلعها.